بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيحة في استاد الدفاع الجوي، عشان لما احنا نقول حاجة لازم تتسمع. انا قلت صفقات مبطلة، صفقات للشو، صفقات للكيد. طبعا انا هقول لك بمنتهى الامانه، المدرب ملوش ذنب، بدليل حاجه بسيطه قوي، ان مفيش تغيير لزيزو اللي هو كان غير لك نتيجه المباراه. طبعا الشوط الاولاني الفرقتين مش حلوين والكلام ده، بس في واحده الشوط الاولاني الثاني انفراد لزيزو، شيل يا عم، حط ببطن رجلك في البعيده. ده اللي يدل على ان هو ما عندوش ثقه، فاقد الثقه، بعيد ما بيفكرش في الملعب ولا في الكوره، بيفكر في حاجات تانية، بيفكر بقى في بزيره، بيفكر بقى في الفلوس، بيفكر بقى ان خلاص عمل القرشين وخلاص على كده وهضحك على الناس دي، واخد بالك؟ وبعد كده ربنا بيكافئه في الاخر ويجيب ضربه جزاء، بدل ما 2-0 تبقى 3-0، بدل ما تبقى الكره اللي هي المفروض يحطها جون دي ويبقى 1-0، لا تبقى 1-0 للبيراميدز، وبعد كده 2-0، وبعد كده كمان بيتسبب في ضربة جزاء. طبعا هيقول لك الناس متحمل، لا انتوا اديتوا له بوظ لكم اوضه اللبس ليه؟ والناس تقول لك ايه؟ اصل هو جاي فري ده مكلفك اكتر، لو انت اشتريته كان احسن لك ليه؟ لان كان كبيره هيبقى مثلا جايب 2 مليون دولار، هنقول ب 100,000 جنيه، ب 100 مليون جنيه مثلا، ده هتدفعه لنادي الزمالك، وهو ياخد كمان 200 مليون يبقى 300 بدل ما ياخد 600، بدل ما بياخد 600. وبعدين ما هو انت لازم تلاحظ ان عندك امام عاشور، وعندك حسين الشحات، وعندك مش عارف مين، وعندك حاجات كتيره قوي. طب تريزيجيه ماشي، جاي من الاحتراف عادي مفيش مشكله، بن شرقي جاي من الاحتراف، بن رمضان جاي محترف، ماشي، الناس دي خلاص انت جايب المحترفين دول وليهم اسمهم والفلوس بتاعتهم اللي هي بتقيمهم اللي هي في السوق. انما انت لما تجيب لعيب عشان تفتري على جماهير وعلى نادي غلبان عمال يتحايل عليه، جدد يا ابني ب80، لا ده عايز 50، حاضر يبقى 130، وتيجي تقول لي ان هو ساب عشان ياخد 5 مليون جنيه؟ انتوا بتكلموا ناس معاتيه. طب هم بيضحك عليهم عشان في لجان، واللجان بتطلع تضحك عليهم وتقول لك 5 مليون جنيه في الاتحاد ومتأيد ب5، وهو واخد 5، ساب 80 مليون في الزمالك عشان ياخد 5. انهي مفيش لعيب لو برجل واحده وجيت تقعد معاه عشان تتفاوض معاه مش هيسيب 80 مليون عشان يروح لابو 5. انتوا بتكلموا ناس عندها عته؟ طبعا لا. المهم نرجع المباراه تاني. بيراميدز الشوط الثاني عمل مباراه كبيره، عمل مباراه استحق فيها الفوز، وانا قلت بيراميدز قدام نادي الزمالك ما بيعرفش يلعب، بس قدام النادي الاهلي بيعرف يلعب. ليه؟ لان قدام نادي الزمالك فرقه كوره وبتعرف تلعب كوره، فهي بتتفوق عليه، هو ما بيعرفش يتفوق عليها ككوره، انما بيتفوق على الاهلي كوره. عشان كده لما حط الكوره الشوط الثاني على الارض راح جاب جونين، وبعد كده خد الهديه من زيزو في الوقت بدل الضايع، بقى 3. انا بس عايز اقول يعني ما تظلموش المدرب، لان المدرب جاي على اللعيبه دي. في مدرب مشي ريبيرو كان برضو جاي على اللعيبه دي، وعايز اقول لك بياخدوا تعليمات، زيزو ما يخرجش من الملعب، زيزو ما يخرجش، تريزيجيه ما يخرجش من الملعب، مش عارف مين ما يخرجش من الملعب، واخد بالك؟ عشان كده هو اسوأ لعيب في الملعب النهارده وخايف يغيره. الراجل لو بايده هيغيره. انتوا فاكرين اول السنه لما لعب ماتش ميامي ونازل بعد اصابه امام عاشور في الدقيقه 12، مش جه ريبيرو اللي هو كان مدرب بتقوله على باب الله، قام جاي في الدقيقه 68 غيره. فلما الناس بيتكلموا بس كل ده اختفى عشان اللجان طلعت، وطبعا وبعد كده اتحط بعد كده ان هو يلعب اساسي حلو وحش ما يطلعش من الملعب. طلعت اللجان وقالت لك ايه؟ لا ده الراجل عشان خايف عليه
وعشان انه طب يا عم قعدوا للشوط الثاني لو انت خايف عليه ما يبقاش اول تغييره. بس الراجل طلع وقال لك ان هو ما بيعملش حاجه لا في الحته الهجوميه ولا الدفاعيه، ده عالة على الفرقه. بس طبعا اللجان رجعت وقامت جنبر ولا ويلعب، وهو بيلعب اهو. تخيل انا جايب واحد ب 600 مليون جنيه عشان يجيب لي ضربتين جزاء ويجيب لي جونين في فرقه واحده اسمها فاركو، يعني 4 أهداف. ومحدش يقول لي اسيستات والكلام ده، ما هو يعني ما فيش الكلام ده ولا لا. خليك انت راجل قيس بالاهداف، سيبك من الاسيستات. انت بتروح كل كرة بترفعها يا واحده صابت من 50 واحده اللي انت بترفعها طول الماتش، يا اما 2 ويقول لك الاسيست. لا، الاسيست ده اللي هو قام جاي مرقص زي بزيره كده وقام جاي حاططها لواحد زي عبد الله ولا ناصر منسي ولا اي حد من الناس اللي هو بيحط لهم الكور ويروح ويديهم انفراد زي شيكوبانزا مثلا. واخد، هي دي الاسيستات. انما ترفع لي كوره وتقول لي اسيست، طبعا ده مش اسيست، ده كروس عادي جدا يعني. ليله طبعا حزينه، انا مقدر والله وحاسس بجماهير النادي الاهلي، بس عايز اقول حاجه برضو بما يرضي الله. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فرقه بتلعب الساعه 5 وفرقه بتلعب الساعه 8، مع ان دي ماتشات نهائيات. فرقه بتتغير لها لوايا عشان يرجعوا لعيبه وبيرجعوا دوري وبيرجعوا معرفش ايه والكلام كل ده ليه يا جدعان؟ ما تسيب الدوري يمشي طبيعي، واللي ياخده واللي يخسره يخسره. ما هو انا مش ذنبي ان انت وحش، انا مش ذنبي ان انت مش شايف، انا مش ذنبي ان في افتراء وفي يعني كبر وفي انا اللي معرفش ايه. لا، الكرة مش كده خالص، الكرة مش كده خالص. الكرة لازم تتطلها عشان تديك، لو ما تطلهاش مش هتديك. ده اللي انا اتعلمته في الكرة، واكتر اللعيبة اللي هي لعبت كرة تعرف المثل ده. تطل الكرة تديك، هتتقرن على الكرة وتتعالى عليها والله هتجيبك تحت 7 أرض. بقول لجماهير الاهلي ما تزعلش، هو ده اخرة الانا، اخرة الغرور، اخرة الكيد، اخرة الصفقات اللي هي بدون وعي ولا بدون حساب، ولا فرقتك محتاجة ايه ولا عايزة ايه. فاعتقد ان درس النهاردة بعد خسارة الاهلي النهاردة امام بيراميد ده درس، ودرس مفيد. اللي هو مفروض اللي يستاهل الفانيلا الحمراء هو اللي يلبسها، ما يستاهلش مع السلامة. السنة دي قفلوها بالضبة والمفتاح، اتقفلت بالضبة والمفتاح. الله يكون في عون جماهير الاهلي. انا خلصت كلامي وعايز اقول الدوري هيبقى حلو لو في عدالة، هيبقى حلو قوي والله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيحة في استاد الدفاع الجوي. عشان لما احنا نقول حاجة لازم تسمع. انا قلت صفقات مبطلة، صفقات للشو، صفقات للكيد. طبعا انا هقول لك بمنتهى الامانة المدرب ملوش ذنب، بدليل حاجة بسيطة قوي، ان مفيش تغيير لزيزو اللي هو كان غير لك نتيجة المباراة. طبعا الشوط الاولاني الفرقتين مش حلوين والكلام ده، بس في واحدة الشوط الاولاني التاني انفراد لزيزو، تشيل يا عم، حط ببطن رجلك في البعيدة. ده اللي يدل على ان هو ما عندوش ثقة، فاقد الثقة، بعيد ما بيفكرش في الملعب ولا في الكورة، بيفكر في حاجات تانية. بيفكر بقى في بزيرة، بيفكر بقى في الفلوس، بيفكر بقى ان خلاص عمل القرشين وخلاص على كده وهضحك على الناس دي، واخد بالك. وبعد كده ربنا بيكافئه في الاخر ويجيب ضربة جزاء، بدل ما 2-0 تبقى 3-0، بدل ما تبقى الكرة اللي هي المفروض يحطها جون دي ويبقى 1-0 لا تبقى 1-0 للبيراميدز، وبعد كده 2-0، وبعد كده كمان بيتسبب في ضربة جزاء. طبعا هيقول لك الناس متحمل، لا انتوا اديتوا له بوظ لكم اوضه اللبس ليه؟ والناس تقول لك ايه؟ اصل هو جاي فري ده مكلفك اكتر، لو انت اشتريته كان احسن لك، ليه؟
لان كان كبيره هيبقى مثلا جايب 2 مليون دولار، هنقول ب100,000 جنيه.